السلام عليكم. معكم ميس من المحمود، وهنتابع مع بعض فيديوهات التأسيس من الصفر في اللغة الإنجليزية، وهنتابع مع بعض السلسلة اللي كنا ابتديناها، سلسلة الحروف، وهنكمل مع بعض النهاردة الطريقة الصحيحة لكتابة حرف الدي. وده حرف الدي، اسمه دي دي. تمام. صوته ده صوته ده ده دوج، ده duck، ده duck. دوج دوج دي duck. طيب تعالوا نكتب مع بعض حرف الدي. احنا قلنا قبل كده دول سطرين الانجليش الاساسيين، هنمتد لسطر تالت وهمي، وهنرسم زي عصاية كده، وهنرسم زي نص دايرة كده. تمام. اهي تاني كده، وهنرسم نص دايرة كده كمان مرة. ده الدي الكابيتال، دي كابيتال. تعالوا بقى نكتب الدي السمول، برضو عصاية كده تمتد لثلاث سطور. وبالنسبة للسطرين الأساسيين في الإنجليش هناخد من هنا نعمل نص دايرة كده صغيرة كده. تمام. تاني كده، ونص الدايرة بتاعتنا، وآخر مرة كمان ونص الدايرة بتاعتنا. تعالوا بقى نعمل الأسهم الجميلة بتاعتنا عشان ما ننساش. أول حاجة نعملها نبدأ بالعصاية دي، وبعدين النص دايرة دي. ده بالنسبة للدي الكابيتال. بالنسبة للدي السمول هنبدأ من هنا من فوق لتحت برضو كده بالخط المستقيم ده، وبعد كده النص دايرة كده. وده كان حرف معانا، حرف الدي. وحرف الدي من الحروف الجميلة والسهلة، وكمان مش من الحروف المحيرة، لأن ليه صوت واحد بس، هو الده ساوند. ده ساوند مش محير زي حروف ياما كتير بيكون ليها أكتر من صوت وتلخبطنا. ده حرف سهل جدا وخلصناه بسرعة. ويا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو، وتابعوني في الفيديو الجاي هنزل الحروف اللي بعد كده. والسلام عليكم.